السلام عليكم. فابريغاس علي جاسم يتدرب مع الفريق الأول ويلعب مع الرديف لكي يتطور أكثر. إضافة للتدريب البدني، فإن علي يبذل مجهود ذهني ويتعلم اللغة، وهناك تحسن وتطور في اللغة، ومع الوقت يصبح أفضل وأفضل. بينما تصريح يوريتش مدرب روما عن سعود عبد الحميد كان كالآتي: سعود ما زال يحتاج الوقت، ولكن شخصية اللاعب وخصائصه مذهلة. إنه يعمل بشكل شاق وملتزم في تدريبات الفريق. سعود عبد الحميد سيجد فرصته في الوقت المناسب. وأنا أتفق مع دي روسي، فهي قفزة هائلة للاعب. أنا مقتنع بأنه سيحصل على فرصته وسيبلي بلاء حسنا. تسمع كلام هالمدربين فابريغاس أو يوريتش، بتلاقي أنه في مدح، في أهمية لاستمرارية اللاعب، لكن بالمقابل ما بتلاقي مشاركات أساسية. اللهم سعود عبد الحميد وأخيرا شارك مع روما ببطولة الدوري الأوروبي وحصل على بعض الدقائق أمام أتلتيك بلباو، لكن بالمحصلة لا سعود عبد الحميد ولا علي جاسم شاركوا بالدوري الإيطالي. فشو هي الأسباب؟ رغم أن المدربين مقتنعين بمستوى اللاعبين اللي أتوا، يعني أنت مقتنع بعلي جاسم، أنت مقتنع بسعود عبد الحميد، ما حدا أجبرك على التعاقد، فليش ما عم يلعبوا بشكل أساسي؟ هذا السؤال المنطقي اللي لازم نسأله بهذا الفيديو، وراح نحاول نجاوب عليه نوعا ما بمنطقية ومن دون عواطف. لكن قبل ما نفوت بالتفاصيل، بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس، ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، إذا بدأنا بعلي جاسم ممكن خصصت فيديو كامل عن انتقاله لنادي كومو، وشددت على عدة مواضيع بأن الموضوع ما راح يكون سهل. اشراك علي جاسم من أول موسم وبشكل مباشر مع نادي كومو، لأن أساسا ما التحق بالنادي بفترة التحضير، وكمان موضوع اللغة، وشرحنا وحكينا بأن الانسجام بيحتاج لفترة معينة. لكن بكل صراحة توقعت ياخذ يعني بعض الدقائق ببعض المباريات. واضح جدا فابريغاس ما راح اقول مانو مقتنع بعلي جاسم، بل اكاد اجزم بان شايف علي جاسم ومقتنع، وشايف فيديوهات لعلي جاسم، وشايف بان اللاعب جيد ولاعب بمنتخب العراق، لكن مانو مقتنع بان اللاعب بالوقت الحالي جاهز. لذلك ارسلوا للفريق الرديف بنادي كومو. وهذا الامر وهذا الخبر لما انطرح بوسائل الاعلام، بالبداية ما حبيت احكي عنه لعدة اسباب، انه ممكن ينفهم كلامي غلط. لكن أنا بكل صراحة شفت أنه هذا التصرف من فابريغاس تصرف صحيح بالمطلق 100%. نعم، علي جاسم كان بحاجة للعب مباريات، يعني كان هاجسي الوحيد. نعم، انتقل إلى نادي كومو، لكن إذا اكتفى فقط بالتدريبات فهذا الأمر مضر للاعب، هذا الأمر مضر للمنتخب العراقي، ومضر يعني بشكل عام لمسيرة اللاعب إذا ما فات باحتكاك بمباريات رسمية. بغض النظر إن كان مع الفريق الأول أو كان مع الفريق الرديف، لازم اللاعب يلعب كمية هائلة من الدقائق حتى لو كان مع الفريق الرديف، وإلا أنت بالفعل يعني انتقالك لنادي كومو راح يكون مضرة بالأساس للمنتخب العراقي، وراح يكون مضرة لكسس اللي لازم يكون اللاعب عنده جاهز بدنيا وجاهز لريتم المباريات. قد ما تدربت، قد ما عملت تدريبات، إذا ما لعبت مباريات فأنت ما راح تفوت ريتم المباريات اللي بتحتاج فيها ل 90 دقيقة، بتحتاج فيها لتركيز المباريات، خصوصا اللاعب الهداف، اللاعب المهاجم، بيحتاج فيها لتركيز معين، انه دائما يكون فورمة المباريات. فورمة المباريات مختلفة عن فورمة التدريبات. فقرار فابريغاس بنقل علي جاسم الى نادي الرديف بكومو انا بشوفه قرار صحيح. بالنسبة لسعود عبد الحميد فالأمر نوعا ما مختلف. سعود عبد الحميد ممكن كخبرة أكبر من علي جاسم كخبرة، وكمان كان عم بيلعب مع نادي الهلال ودوري أبطال آسيا، وحقق دوري أبطال آسيا، وأكيد مع المنتخب السعودي عم بيلعب، وعلي جاسم مع المنتخب العراقي أساسي. يعني إذا حكينا عن المنتخبات، اللاعبين عم يلعبوا منتخبات وبيلعبوا بشكل أساسي. بس سعود عبد الحميد كان عم بيلعب بدوري أقوى، يعني شئنا ما أبينا الدوري السعودي أقوى من الدوري العراقي. بل يعني أنا بشوف الدوري السعودي حاليا كمستوى الأربع أندية، وإذا حكينا عن نادي الهلال بشكل خاص،
ممكن يلعب بالدوري الهولندي ويحقق اللقب، ممكن يلعب بالدوري الألماني ويتنافس حتى على المراكز الأربعة الأولى، حتى بالدوري الإنجليزي ما راح تلاقي بعيد عن الأندية، بالدوري الإسباني نفس الأمر. يعني الهلال بصراحة عندهم لاعبين وعندهم فريق قوي جدا. فبالتالي سعود عبد الحميد لما انتقل لنادي روما، ومع المشاكل الموجودة بنادي روما بمركز ظهير اليمين، توقعت انه يلعب بشكل اساسي. يعني حتى اللاعب الاساسي محمد زكي سيلك اللاعب التركي، انا ما بشوفه بمستوى افضل من سعود عبد الحميد، لكن هي دائما المشكله الاساسيه للاعب اللي عم ينتقل من الدوريات العربيه الى الدوريات الاوروبيه، خصوصا الانتقال بصراحه ما نو بالتدريج. يعني في ناس مفكره بان انتقال سعود عبد الحميد الى روما، فريق روما فريق عادي. لا، ما نو عادي، يعني ما نو عادي اطلاقا، من كبار انديه اوروبا. فبالتالي كمان دائما عندهم هذا الطموح انه يوصلوا لدوري الابطال، وعندهم كل اللاعبين بكل المراكز لعيبه جيدين، يعني ما لعيبه منتخبات. يعني حتى محمد زكي سيلك هو لاعب منتخب تركيا، يعني ما نو لاعب بديل او لاعب ما نو اساسي. ولما تحكي عن المنتخب التركي كمان منتخب من المنتخبات القويه. فبالتالي الانتقال الى الدوري الايطالي هو خطوه جدا ايجابيه جدا قويه، وانا متاكد سعود عبد الحميد بالفتره القادمه راح يلعب بشكل اساسي. وحتى علي جاسم عنده الفرصه، لكن بيحتاج فيها للصبر. يعني الفارق بين سعود عبد الحميد وعلي جاسم، علي جاسم بيحتاج للصبر مع نادي كومو. الامر صعب، كومو عم بينافس على البقاء، راح ينافس على البقاء. فالموضوع بالنسبه لكومو حياه او موت كل مباراه، ما راح يجازف فيها فابريغاس الا اذا كان الفريق عم بيفوز بنتيجه 3-0 او بنتيجه مريحه لحتى يفوت علي جاسم. في ناس راح تقول نيكو باز بنفس عمر علي جاسم وعم بيلعب بشكل اساسي وداخل للمنظومه جديد، كيف عم بيلعب بشكل اساسي على حساب علي جاسم؟ انت لازم كمان تعرف من نيكو باز جاي من ريال مدريد، مو جاي من الدوري العراقي، مع احترامي للدوري العراقي وللدوري السعودي، لكن احنا لما بنحكي من دون عاطفه فلازم تاخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار. اي لاعب ينتقل الى الدوري الايطالي هذا الانتقال ما نو بالامر السهل. فنيكو باز جاي من ريال مدريد ولعبان الموسم الماضي مع الفريق الاول يعني بعده مباريات، ولعبان دوري ابطال اوروبا. فمساله الانسجام، مساله الثقه، مساله الدخول بالاجواء راح تكون اسرع، وحتى القرب من المدرب لانه بيحكي اسباني. مع فابريغاس الحديث راح يكون بشكل يعني مباشر، ففابريغاس بيحكي اسباني، نيكو باز اسباني، فهاي الامور بصراحه بتسهل للمدرب وبتسهل العمل بشكل مباشر. لذلك موضوع علي جاسم مختلف نوعا ما عن سعود عبد الحميد، لكن الامر المشترك بين علي جاسم وسعود عبد الحميد بان اللاعبين بالبدايه لازم يكون الصبر موجود. حاليا سعود عبد الحميد اخذ دقائق مع روما امام اتلتيك بلباو، والاداء كان جيد نوعا ما فينا نقول ممتاز، كانت في اخطاء بالتمرير، كان في ارتباك نوعا ما. علما انا شايف سعود عبد الحميد لاعب يستحق انه يلعب بشكل اساسي مع روما، يستحق بكل جداره. بس بالمجمل المدربين اللي عم بيجوا لروما نوعا ما عندهم هذا الخوف، نوعا ما مضغوطين بموضوع النتائج، مضغوطين بموضوع شو ممكن يحقق. دائما روما عم بيفوت لهدف دوري الابطال، فهاي الامور صعبه. يعني هلا اذا رحنا واعطينا مثال بسيط، كمان حابب اعطي هذا المثال على محمد صلاح. محمد صلاح دخل بالتدريج، راح الدوري السويسري، وبعدها لما انتقل الى تشيلسي ما كان جاهز، ما كان جاهز. يعني تخيل محمد صلاح ما كان جاهز مع مورينيو اطلاقا، يعني ما حتى دي بروين ما كان جاهز، فانتقل الى فيورنتينا وبعدها انتقل الى روما لحتى صار جاهز انه يلعب مع ليفربول. لذلك كان محمد صلاح عم بيلعب بالتدريج لوصل للمكان اللي هو فيها. حاليا نحن لما بنحكي عن سعود عبد الحميد وعلي جاسم ما انتقلوا بالتدريج، انتقلوا بشكل مباشر الى نادي بالدوري الايطالي، ما انتقلوا الى الدوري السويسري او دوري بلجيكي. يعني احمد حسام ميدو انتقل للدوري البلجيكي، بعد الدوري البلجيكي انتقل الى الدوري الانجليزي. اغلب هاللاعبين ما بينتقلوا بشكل مباشر الى الدوري الانجليزي او الدوري الايطالي او الاسباني، مشان تكون بالصوره. اللاعب الوحيد اللي انتقل انا اعتقد بشكل مباشر رمضان صبحي، لاعب النادي الاهلي على ما اعتقد، انتقل بشكل مباشر وما نجح بالدوري الانجليزي، يعني فشل ذريع. ليش؟ لان هذا الانتقال بيكون صعب، تحتاج فيه للصبر. فانا الشيء اللي دائما عم طالبه من اللاعبين الموجودين والشيء المطمئن بشكل او باخر
بان عقد علي جاسم يعني 3 سنوات، عقد سعود عبد الحميد 3 سنوات، يعني ما انه عقد اعاره بنشوف ولا ما بنشوف، لا هو عقد مده طويله نوعا ما، مده مقبوله. بس هل يا ترى هذا الشيء اللي عم نحكي عنه راح يكون فيه صبر وتعلم لغه التواصل لازم يعني يتعلم، وموضوع تعلم اللغه هو امر اساسي لسعود عبد الحميد ولعلي جاسم. ما في فرق، اذا ما تعلمت لغه ما راح تلعب اساسي ايا كانت الموهبه. اذا ما انسجمت بهاي اللغه وما تعلمت وما كنت حريص على تعلمها ما راح تنجح، لان راح تحن، راح ترجع لمكانك الطبيعي. فبالتالي الاساس بالاحتراف الحالي للاعبين انه تتعلم اللغه ويكون الانسجام موجود. بعدها يعني انا بشوف انه موهبه سعود عبد الحميد ومستواه بأهله انه يلعب بشكل اساسي. علي جاسم بحاجه صبر. لما انتقل الى النادي الرديف بنادي كومو كان قرار صحيح من فابريغاس. هذا القرار انا بشوفه يعني هو افضل قرار لعلي جاسم ولمنتخب العراق، ليس انتقاص من علي جاسم. بالنهايه الدوري الرديف ما نو دوري يعني سيء، ما نو دوري ما فيه تنافسيه، دوري فيه تنافسيه، في 90 دقيقه بتلعب المباراه، وبالتالي راح يكون جاهز للمنتخب العراقي بالتصفيات. هذا الشيء اللي انا بتمناه، فقط موضوع الصبر، موضوع انه ما تستعجلوا لا على علي جاسم ولا على سعود عبد الحميد، يكون الدعم دائما مستمر. على الاقل مع نهايه الموسم اذا لعبوا عدد دقائق ولو معقوله، سواء سعود عبد الحميد مع روما او حتى علي جاسم اذا لعب مبارتين 3 مع نهايه الموسم، يعني ما بتعرف ممكن كومو يهبط، ممكن يعني اذا كان الوضع منافسه على البقاء صعب جدا ياخذ دقائق، لكن ممكن ياخذ دقائق. ممكن فابريغاس يعتمد اذا في لاعب لا سمح الله يتعرض للاصابه. انت بالنهايه ما بدك حدا يتعرض للاصابه، يعني ما بتتمنى انه حدا يتعرض للاصابه، بس ممكن اذا اخذ دقائق ولعب بهالمباريات بشكل جيد ممكن فابريغاس يعتمد عليه. لكن بشكل عام هذا الموسم بالذات هو اختبار لصبر اللاعبين. كيف ممكن تصبر وانت بالدوري الايطالي وانت باحد الدوريات الاوروبيه الكبرى؟ اختبار لصبر اللاعبين، ليس لموهبه اللاعبين ولا نقاش مستوى اللاعبين ولا اداء اللاعبين بالملعب. كيف ممكن يصبر على التغيير اللي صار؟ هذا التغيير كان كبير جدا كبير جدا كبير بشكل رهيب، لأن انتقال من مكان إلى مكان مختلف تماما. فهذا الموسم أنا باعتباري الشخصي لا أنتظر أنه يقدموا مستويات خرافية ولا دقائق خرافية، بل أنتظر صبر وتأقلم للموسم القادم. الموسم القادم لازم كلا اللاعبين ياخذوا دقائق أكثر، لازم نشوف سعود عبد الحميد أساسي، وكمان لازم نشوف علي جاسم على الأقل يأخذ دقائق ويكون ضمن ال 15 لاعب الموجودين بكومو. يعني إذا ما كان أساسي يكون لاعب بديل دائما يدخل بعد الدقيقة 60. هذا الشيء الموجود الموسم القادم. هذا الموسم هو موسم الصبر، موسم التحمل، موسم عدم الضغط على اللاعبين لأن موجودين وما عم يحصلوا على دقائق. نعم سعود عبد الحميد حصل على بعض الدقائق، لكن علي جاسم ممكن ما ياخذ هاي الدقائق اللي انتم بتتمنوها، لكن عم بياخذها بفريق الرديف، وهذا الامر ايجابي بشكل انا بشوفه مناسب جدا. هذا كل شيء حاب احكيه عن انتقال علي جاسم وانتقال سعود عبد الحميد. بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحه وخير وسلامه.